كنت محتارة النهارده على الغدا ومش عارفة أعمل لهم أكل إيه، وكل ما أقول لهم تاكلوا إيه يقولوا اللي موجود، اللي هتعمليه يا ستي هناكله. فقمت جاية رايحة على الفريزر كده وبصيت فيه وبقيت محتارة مش عارفة أعمل إيه، ومش عندي حاجات كتير، بس لقيت نص كيلو من السجق بيناديني. قلت له تعالى لي يا برنس، هنعمل النهارده مع بعض طاجن سجق عالمي حكاية يا ولاد. بس في تريكات كده هنعملها مع بعض هتحلي الطاجن ده. بصي بقى يا ست الكل، حطي بسرعه لايك الاول او قلب حلو كده زيك، واكتبي لي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هنا جبت السجق بدون اي اضافات، نزلته في الحله وهو كبير كده، ممكن طبعا تقصقصيه بالمقص مفيش مشكله، او تقطعيه بالسكينه، لكن لما بيبقى بحاله كده برضه بيبقى طعمه حلو قوي. بدأت ان انا اشوحه واغير لونه، وبعد كده نزل طبعا بهاريزه بقى وبهاراته وسمنته وسلطته وبابا غنوج، كل حاجه نزلت كده في قلب الحله. نزلت عليها ببصلايه متقطعه مكعبات ومكعب من الثوم، شوحت كله مع بعضه في قلب السمنه اللي نزلت بقى من السجق او الدهون بتاعته. بعد كده نزلت بفلفل الوان على فلفل رومي على فلفل يكون حار، اللي هو اخضر على اصفر على احمر براحتك بقى اللي متوفر عندك، وقرن فلفل حار كده سبايسي يشعل الدنيا. وبعد كده شوحت كله في بعضه وشمي ريحه حكايه. لحد كده ممكن تكتفي وتسويه، وبعد كده تعملي سندوتشات. انا بقى حبيت اعمل طاجن حلو كده، فقطعت كيلو من البطاطس زي ما انت شايفه كده بالقطاعه بتاعه الجزر، تبقى بالشكل المشرشر ده، بيبقى شكله حلو قوي في قلب الطاجن. قلبت بقى البطاطس كده مع السجق لحد ما اتشوحت كويس جدا، وهنزل بشويه بهارات هتحلي الاكله. عموما السجق بيبقى فيه بهاراته ودنيته، كل اللي احنا هنحتاجه ملح وفلفل اسود فقط لا غير. انا هديها رشه كمان من الكمون والكزبره الناشفه وسيكه كمان كده من الشطه عشان بنحب الحاجه سبايسي، وكده خلاص. ولا هنحط مرقه ولا هنحط بهارات ولا 7 بهارات ولا 11 بهار ولا اي حاجه. كل اللي احنا محتاجينه اصلا ملح وفلفل اسود بس، لان السجق معروف ان هو كله كده بهارات، وبيبقى طعمه يعني حلو كده، بيبقى ليه نكهه معينه. هقلب بقى البهارات مع السجق مع الخضار اللي احنا حطيناه مع البطاطس، وهجيب بايركس عندي او فخار براحتك، اي طاجن عندك هينفع يعني. وهبدأ بقى ان انا احط فيه المكونات بتاعتي. هنا بقى هجيب 3 4 طماطميات كده بقرن فلفل حار كده لونه احمر بمعلقه صلصه بحبه ميه صغيرين، واضربهم بالهاند بلندر او في الخلاط، وهبدا ان انا اضيفهم فوق الطاجن بتاعي بنص كوبايه كده ميه، يعني ما نكترش قوي، احنا عايزين فيه صوص بس تقيل. تمام. هبدا بقى ان انا اقلب الطماطم مع الطاجن بتاعي، وهجيب كل السجق على الوش عشان طبعا احنا في الاخر هنبدا اللي احنا نحمرها على الشوايه. طيب انا ما عنديش فرن، اعمل ايه؟ ولعي عادي جدا على البوتاجاز من فوق يعني، وسيبيها لحد ما تستوي، هتبقى معاكي جميله. انا بالنسبه لي هدخلها في الفرن، هتقعد بالظبط تلت ساعه تبقبق كده والمكونات بتاعتي تندمج وتستوي كمان. وطبعا هي متغطيه بورق فويل، وفي الاخر بقى اخر 5 دقايق هحطها على الشبكه تاخد لون كده على الشوايه، بجد تطلع طعمها حلو جدا ولذيذه جدا جدا. هتقدميها جنب شويه سلطه خضراء وشويه رز بشعريه، وفي الف هنا وشفا. ممكن شوربه لسان عصفور كده جنبها تحلي الاكله، بجد اكله حكايه. ولو محتاره على الغدا، يلا ديني اديتك النهارده فكره كده تعمليها على الغدا. جربي الطاجن ده هتدعيلي، ويا سلام بقى لو في الاخر كده فحمايه صغيره وهو طاجن فخار، بجد الاكله بتبقى حكايه، ريحتها بتجيب لاخر البيت، هتبهريهم يا فوزيه. جربي الطاجن ده، انا متاكده ان شاء الله هيطلع معاكي زي الفل وزي العسل.